انا مش عارفه احنا كنا بنشتريها من بره ليه، مع انها سهله جدا احنا نعملها في البيت وبكميات كبيره وبدون ملفحه وبدون اي تعب نهائي. النهارده هعمل لكم اسهل واطعم لبنه ممكن تعملوها في البيت، كريميه ولذيذه، وعايزه اقول لكم طعمها احلى بكتير من الجاهزه. هعملها طبعا باطعام مختلفه، تختاروا منها اللي انتوا عاوزينه. بس تأملوا معايا، بصوا كريمه، والله كريمه مش مجرد لبنه عاديه، حلوة قوي. وطبعا مفيهاش مواد حافظة، مفيهاش زيوت نخيل ولا أي حاجة مضرة، وكلها على بعضها بتتعمل بمنتهى السهولة ومنتهى المتعة. بوعدكم مش هتشتروها من بره تاني. اعملوا لايك ويلا بينا على الطريق. بسم الله هنبدأ. هيكون عندي 2 كيلو من الحليب. هجيب أي حاجة أقدر أحط فيها الحليب وأرفعها على النار. بجيب أي نوع حليب أنتوا تفضلوه، حليب جمسي، حليب بقري، اللي أنتوا عاوزينه، وأرفعها على النار وأفضل أقلب فيها زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، عشان اقدر ابخر الميه اللي جوه الحليب على قد ما اقدر. وبعدين اطلعه واطفي عليها النار او ما يغلي واسيبه يهدى خالص خالص. او ما يهدى واحط صباعي فيه واستحمل السخونيه بتاعته، يبقى هو كده درجه الحراره المظبوطه. في لكل كيلو من الحليب كوبايه صغيره من الزبادي. زبادي يكون معلب بيكون افضل عشان الميه ما تبقاش فيه كتير، يعني فاهمين قصدي. وهقلب بقى كويس قوي 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 قوي. لازم اتاكد ان الزبادي مع الحليب بقى حاجه واحده. التقليب مهم جدا يا جماعه. في التوقيت ده اكون مسخنه الفرن على اعلى درجه، وبعدين اطفيها وادخل الزبادي فيها على الاقل 12 ساعه، بس اكون مغطياه باحكام كويس جدا جدا جدا. بعد 12 ساعه بقت بالشكل دوت، بص شكلها تحفه. اخدها بقى احطها في التلاجة يعني ساعتين 3 بس تسقع كده معايا، وبعدين هتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بصوا هي كده زبادي، زبادي جميل طعمه حلو، كريمي وكل حاجه. الموضوع سهل قوي قوي قوي، لكن احنا عايزين نعملها مقلبنا، فالموضوع سهل قوي. هجيب بس الاول معلقه واشيل الوش بتاع القشطه عشان بس اللبنه ما تبقاش دسمه قوي، بس طبعا انتوا عايزين تخلوها براحتكم. انا بس بحاول ان انا اقلل دسم شويه، دي بقى حاجه ترجع لكم. بصوا 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 الجمال، والله العظيم لوحه فنيه. كميه اللبنه كتيره جدا ما شاء الله. الحليب بيطلع معايا كميه جبنه بسم الله ما شاء الله كتيره جدا. وبعدين هجيب طبق غويط واحط عليه مصفى بالشكل ده، تكون يعني مسامها ضيقه. وهجيب برضو الشاش او القماش بتاع تصفيه الحليب. عايزين تعرفوا انا جايباها منين؟ بجيبها من اي حد بتاع قماش، هو بيبقى عارف الشاش بتاع تصفيه الحليب، سهل قوي يعني. وابتدي انزل فيه بالخليط بتاع اللبنه بالشكل ده. بصوا كده معايا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل ده ب 2 كيلو حليب. اللي بنجيب اللبنه من بره غاليه جدا، بتبقى فيها زيت نخيل ومواد حافظه وحاجات دي يعني صعبه جدا. ولو جبناها طبيعي يعني لازم برضو يبقى فيها مواد حافظه، فبتبقى مضره جدا لينا ولولادنا. بصوا كده معايا قمر ازاي، شكلها حلو قوي. طب هل هي دي اللبنه يا رضوى؟ لا لسه، احنا عايزين نخليها كريميه بقى ونطعمها زي ما احنا عاوزين. فهعمل ايه؟ هجيب شويه من الملح. حطوا بقى ملح على حسب ما انتوا عاوزين. عايزين اللبنه تبقى حادقه قوي، عايزينها تبقى نص نص، زي ما انتوا عاوزين. انا حطيت بس رشه ملح كده بسيطه. وبرده رشه الملح دي بتساعد على ان مصل الحليب ينفصل عن الجبنه نفسها بسهوله، يعني فاهمين قصدي. هقلبها كويس بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم انا بحب اعمل الوصفه دي قد ايه. بتوفر معايا كتير جدا. الولاد عندي بيحبوها قوي قوي. مش عارفه اوصف. خصوصا ان احنا نعمل حاجه بيتي زي كده بايدينا في البيت، بتبقى حلوه كده وضامنينها، يعني عارفين الايد اللي لمستها ايه والحاجات دي كلها يعني. لكن بره الله اعلم، يعني فاهمين قصدي طبعا الدنيا عامله ازاي دلوقتي. المهم هلم معايا القماشه بتاعه تصفيه الحليب بالمنظر ده، واحطها في التلاجة على الاقل 4 ساعات، لغايه بس ما تصفي معايا مصل الحليب اللي هو تحت ده. شايفينه؟ بصوا ارفع لكم المصفى دلوقتي. هو ده مصل الحليب، طبعا فوائده رهيبه، تنزل قدامكم على الشاشه دلوقتي. هسيبها مثلا 4 ساعات 5 ساعات لغايه بس ما اطمن اللي هي نزلت الميه اللي فيها كلها. انا كنت رايحه الشغل بصراحه، رجعت مع الشغل مثلا نقول بعد 5 ساعات بقت معايا بالمنظر ده. بصوا مصل الحليب طبعا انا مش هرميه، بيدخل معايا في المعجنات، بيبقى بديل هايل للحليب. وبيني وبينكم انا مش بدخله في معجنات ولا غيره، انا بشربه على طول كده، لان فوائد مصل الحليب رهيبه. اللي هو الواي بروتين اللي بيعملوه في الجيم والحاجات دي، طبعا يعني قنبله بروتين. فبراحتكم شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه.
بصوا ممتاز جدا. اخده بس اخليه على جنب دلوقتي، لو مش هنستخدمه نقدر نرفعه في الفريزر ونستخدمه في اي وقت انت عاوزينه. اخد بقى انا اللبن اللي عندي، بصوا بس كده، صلوا على رسول الله، قولوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، واكتبوا لي بتتابعوني منين، هل يعني مستمتعين بالحلقه لغايه دلوقتي ولا؟ بصوا كده معايا. طب يا رضوى هي بقى دي اللبنه؟ لا. الله، امال اللبنه هنشوفها امتى؟ هتشوفوها والله ما تقلقوش. انا زي ما قلت لكم انا عايزه اللبنه بتاعتي تبقى سوبر دوبر كريمي، تبقى كريميه لدرجه زي اللي بتاعت بره بالظبط. هي دلوقتي جبنه عاديه، احنا عايزين بقى شكلها يبقى شبه اللبنه اللي بنجيبها من بره، الكريميه اللي فيها لمعه الحلوه دي. فالموضوع سهل جدا. هنعمل ايه بس الاول؟ بصوا جمال، انا بس بوريكم الابداع. يعني بجد انا مش عارفه احنا بنجيبها من بره ليه، الموضوع سهل قوي. هجيب بقى البلندر او الهاند على حسب ما انتوا عاوزين، واحط فيها كميه اللبنه اللي عندي كلها بالشكل ده. اتاكد ان الكميه كلها نزلت معايا، واحط من يعني يمكن حوالي معلقه ونص كده كبيره من مصل الحليب اللي انا طلعته من الجبنه، برضه عشان يحرك معايا الخلاط شويه ويمشي معايا كويس. واضربها كويس جدا جدا، يعني حوالي دقيقتين 3 خفق متواصل، عشان توصل معايا في الاخر للمنظر ده. بصوا الجمال. على فكره هي كده دلوقتي زبادي يوناني، يعني كانت جبنه عاديه وبقت دلوقتي زبادي يوناني، وكانت الاول زبادي عادي. يعني اللبنه دي كل الاشكال اللي ممكن تتخيلوها ممكن تعملوها بيها. هي دلوقتي زبادي يوناني زي ما قلت لكم. زبادي يوناني رضو، ايوه ما انا عملته معاكم قبل كده بالطريقه دي، هي نفس طعم الزبادي اليوناني، مفيش فرق خالص. وطبعا هاي بروتين، تنفع معايا في الدايت، وولادنا ياكلوها، حتى الاطفال الرضع يقدروا ياكلوها عادي، مفيش مشكله. مش البيبيهات يعني مثلا سنه ونص ياكلوا منها، مفيش مشكله. سهله وطعمها انا مش قادره اوصف لكم، انا ريق جري من المنظر ده. طبعا احنا عايزين بقى نحولها بقى اللبنه بقى الحلوه السوري اللطيفه دي، هنحط لها شويه من حبه البركه. هنقلبها بس بيها الاول عشان انا بحب حبه البركه، او اللي هي الحبه السودا دي قوي، مش عايزين تحطوها برضو زي ما انتوا عاوزين. وهنحط لها بقى على الوش كده شويه من زيت الزيتون، بس ازود بس شويه حبه البركه عشان بحبها. بصوا بقى زيت الزيتون مع اللبنه، والله ما تفرقوها عن الجاهزه، بالعكس يمكن الجاهزه بتبقى سولتي شويه او مالحه شويه، هنا انا بتحكم في الملح زي ما انا عاوزه. والشكل تحفه، والطعم يعني مش عارفه اوصف. بصوا بقى كده تأملوا معايا، بصوا المنظر، تجنن تجنن تجنن. نقرب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا المنظر ده وتستمتعوا بيه زي انا مستمتعه. بصوا كريميه، مش مخرزه معايا ولا اي حاجه، يعني كريمه، ما عنديش حاجه اوصف. صراحه حلوه قوي بجد. هعمل بيها طعم تاني. انا عندي حته زبده صفرة، والدتي طلبتها مني وما اقدرش اقول لها لا، فهي حابه الطعم ده اكتر، مياله اكتر للزبده اكتر من زيت الزيتون، فاحنا ما نقدرش نقول لها حاجه، بس الكل لازم يسمع كلامها. هنضربها كويس قوي 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 قوي، بحيث القطعه بتاعه الزبده تكسر معايا مع اللبنه، فتدي طعم حلو. هنا بقى نحط الاطعام اللي احنا عاوزينها. على فكره ممكن نعملها بالبسطرمه، نعملها بالبلو تشيز اللي هي الجبنه الريكفورد، الجبنه الرومي، اللي انتوا عاوزينه. المهم ان احنا عندنا كريمه، قصدي سوري لبنه. بصوا المنظر حلو ازاي يا جماعه، وبجد حلوه. ممكن طبعا تقعد معانا في التلاجة 10 ايام ولا يجرى لها اي حاجه. وطبعا كميه زي ما احنا شايفين، بس اهم حاجه الحليب لما تجيبوه من مصدر موثوق منه، يكون كامل الدسم، محدش واخد خير ولا اي حاجه، الخير بتاعه اللي هو القشطه بتاعته اقصد يعني بالمصري. بصوا حلوه قوي، يعني استاهل مليون لايك على حلقه زي دي. ولازم يا جماعه تشيروها على صفحاتكم وعلى الواتساب وكل حاجه عندكم، عشان الناس تستفاد من الوصفه دي ويدعوا لي دعوه حلوه. احط على الوش بقى شويه من حبه البركه طبعا عشان تبان اللي هي لبنه يعني، وكمان شويه من البابريكا المدخنه، انا عملتها معاكم قبل كده في القناه، سهله برضو قوي. لو عايزين طريقتها اكتبولي وانا هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بصوا عندي نوعين بزيت الزيتون وبالزبده، والاتنين احلى من بعض. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. وصفة مفيش أحلى ولا أسهل من كده، لو منكم قوم أعملها، الموضوع مش صعب خالص.
ده خبز انا عملته معاكم، يعني ان شاء الله هنزل لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله. لو عايزين طريقته اكتبوا لي عشان ننزل لكم الحلقه ان شاء الله، وننزل لكم التعليق بتاعكم في الحلقه. طبعا هنغمس بيه. ده خبز بالقمح الكامل، سهل برضه قوي بدون لمس العجين. بصوا اخدت بيه واستمتعت بجد. اللبنه يا جماعه تجنن، حلوه قوي. بصوا خفيفه كده وفudgy وفيها حلوه، مش عارفه اقول ايه بصراحه. لو منكم قوم اعملها. يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا. سلام.